تخيل معايا النساء ديالهم وهما في سن 60 و70 بصحة جيدة اللي تسمح لهم بالحمل والولادة. حلقة مثيرة ومليئة بمعلومات حقيقية، والبعض منكم غيسمعها لأول مرة، وربما البعض الآخر غادي يتصدم منها. كنتحدث هنا على شعب الهونزا المعروف أيضا باسم البروشو. فين تيعيش شعب الهونزا وكيف كيعيش، ولماذا سمي شعب الهونزا بشعب الخالدين أو الشعب الذي لا يشيخ؟ تبعوا معي هذه الحلقة حتى للنهاية ديالها باش نكتشفوا جميع أسرار هذا الشعب ونجاوبوا على هذه الأسئلة. قبيلة لا تشيخ. نعم، قبيلة لا تشيخ ولا تشيب ولا تنبض. من هم شعب الهونزا؟ شعب الهونزا يعيش في واد تيتسمى وادي الخالدين، قريب من جبال الهيمالايا اللي هي أكبر قمة في العالم في شمال باكستان. والديانة ديالهم هي الإسلام الشيعي من الطائفة الإسماعيلية. هذا الشعب كيتكلم لغة نادرة سميتها بروشاسكي، وكيعيشوا حياة بسيطة بزاف وسط الطبيعة، وسكانهم ما كيتعداوش 30,000 نسمة، ولكنهم مشهورين في العالم بسبب عمرهم الطويل ولياقتهم البدنية الرهيبة. والسر وراء هذا الشيء أن الأكل عند الهونزا كله طبيعي، وهم نباتيين تاكلوا خضر وفواكه نيئة بحال المشمش والكرز والعنب والمكسرات والحبوب. بالنسبة للحم كياكلوه غير مرات قليلة في العام وغير في المناسبات. وأسلوب العيش ديالهم فيه الكثير من الحركة والجهد البدني. الهونزا حياتهم كلها حركة، كيتمشاو بزاف في التضاريس الجبلية وكيخدموا في الحقول ديالهم. هذا الشيء كيخليهم ديما ناشطين. وبالنسبة للماء اللي كيشربوه جاء من الأنهار الجبلية الغنية بالمعادن. وحتى بالنسبة للاستحمام فشعب الهونزا تيستحموا ولا كيدوش بالماء البارد في جميع الفصول ديال السنة، حتى في فترة البرد القارس، وهذا كيساهم بزاف في الصحة ديالهم العامة. شعب الهونزا عايشين حياة بسيطة وبعيد على التوتر والقلق بسبب العزلة والمكان اللي تعيشوا فيه، وهذا الشيء تيخليهم يتلاحموا مع بعضياتهم، ودائما كيديروا احتفالات تقليدية بالموسيقى والرقص اللي كيعطي لحياتهم طاقة إيجابية. واحد الحاجة اللي غريبة هي أن الهونزا يبقاو شباب حتى في الكبار، كيقولوا عليهم ما كيعرفوش الأمراض اللي عندنا بحال السرطان وأمراض القلب. حتى اللي عمرهم 80 و 90 عام كيبقاو ناشطين بحال الشباب. فالرجال عند شعب الهونزا هم أكثر الرجال قوة ولياقة في العالم. وبالنسبة للنساء فهن يتمتعن بصحة جيدة اللي تسمح لهم بالحمل والولادة وهما في سن 70. تخيل معايا النساء ديالهم وهما في سن 60 و 70 باقي بصحة زوينة بحال اللي عندها 30 سنة. وهذا كيرجع لعدة أسباب: النظام الغذائي الغني اللي فيه فيتامينات ومعادن طبيعية بحال الحديد والبوتاسيوم. والنساء عندهم تيقوموا بأنشطة كثيرة وكيعاونوا في الحقول. وبالنسبة لضغوطات الحياة والتوتر فهو منعدم، الحياة عندهم هادئة وبسيطة جدا، وهذا كيلعب دور كبير في الصحة العامة. الهونزا عندهم سر ديال الجمال الطبيعي، البشرة ديالهم كتشع بالطاقة وما كتعرفش التجاعيد حتى في سن اللي هو كبير بزاف. كيشربوا بزاف ديال الماء الطبيعي وكياكلوا المكونات اللي كتساعد الجسم باش يتجدد بحال المشمش والمكسرات. اما بالنسبه للزواج عند الهونزا فهو كيكون بسيط ومرتبط بالطبيعه، كيركزوا بزاف على بناء عائله متلاحمه، والاطفال كيتربوا في الطبيعه وبعيدين على التكنولوجيا. الحياه ديالهم كلها تربيه على التعاون والاعتماد على النفس. وحتى التعليم عندهم بسيط ومرتبط بالطبيعه، يعلموا الاطفال الحروف والارقام، ولكن كيركزوا بزاف على كيفاش كيعيشوا بطريقه سليمه وكيفاش يتعاونوا مع العائله والمجتمع. واللي سيأكد هذا الشيء اللي سنقوله هو أن الكثير من الدراسات في مراكز البحث دارت على أساس أنهم بغاو يكتشفوا أسرار هذه القبيلة، حيث كل شيء مصدوم من الأعمار ديالهم والقوة البدنية الرهيبة اللي عندهم. شعب الهونزا الإخوان كيعلمنا بزاف ديال الدروس في عيش حياة سعيدة وبصحة جيدة، في العيش البسيط والأكل الصحي والحركة اليومية. هذا الشيء كامل كفيل باش يخلي حياتنا زوينة وصحية. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني وخليوا لنا الرأي ديالكم في التعاليق. شنو الحاجة اللي ممكن تاخذوها من حياتهم؟